السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي احنا شغالين فيه دلوقتي كوارتز مواصفات اسباني مصنع في الصين، واحنا دايما بنشتغل في المواصفات الاسباني سواء هو مصنع في الصين او مصنع في تركيا. عايز اقول ملحوظة قبل ما انسى، في حاليا كوارتز مصري نازل في السوق، ولكن الناس اللي بتشتغل فيه او بتبيعه ما بتقولش ان هو مصري، بيقولوا اسباني صيني زي ده، ولكن هو مصري. انا هعمل عليه تجارب ان شاء الله بعد كام يوم كده واشوفه، لو كان حلو وعجبني هشتغل منه، بس انا لما اشتغل منه هعرف العميل ان ده صناعة مصرية، ولو كان حلو وجودته عالية خلاص نشتغل منه. هو ارخص من ده شوية، ولكن لسه هيرخص بعد فترة تانية لما يبقى في منافسة، لان حاليا هو مش معروف في السوق ان هو صناعة مصرية. هناخد رأي ام يوسف صاحبة المطبخ في الشغل بتاعنا ونرجع لكم تاني، تابعونا للآخر. ام يوسف تعالي بقى هنا، قولي لنا ايه رايك في الشغل وفي الخامه وفي المواعيد. احنا عملنا طبعا تجربه الاول على خامه هي نفس الخامه بس اللون كان مختلف، كان عرق اورانج، وبعدين ملك لما شافت اللون ده الرمادي عجبها عن الاورانج فطلبت الرمادي. قولي لنا يا ام يوسف. لا، العرق الرمادي بصراحه جميل والخامه جميله وكل حاجه، لا مش هقدر اطلع فيها عيوب. وان شاء الله يعني الحاجه كويسه، والمواعيد اللي قال عليها هي اللي جه فيها فعلا، وكل حاجه كويسه. ملك بقى تقول رايها برضه. صوت يا ملك بس ولا عايزه صوت وصوره؟ لا جميل والله، حلو واللون جميل والخامة كويسة. انت اللي اخترت اللون. ماشي يا ملك. كنا مختارين هتقولي حاجه تانية؟ كنا مختارين الاورانج، بس بصراحه اللون ده اللي احلى من الاورانج. الابيض بتاعه وبياضه صريح احلى من الاورانج بصراحه، فاللون عجبنا وكل حاجه حلوه يعني في الشغل. الف مبروك يا تسلم ايدك يا شيخ خالد. الف مبروك يا موسى. الله يبارك فيك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.